اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الرقاق الناشف بجد على اصوله، يعني زي اللي انت بتشتريه من بره واحلى بكتير. حاجه تعمليها في البيت نظيفه وعارفه انت عاملاها ازاي، وسهل جدا، مش متعب او مش صعب يعني زي ما الناس مفكراه. تعالى هنعمل اول حاجه كده هن ايه في كيلو دقيق. كان معايا كيلو دقيق، حطيت عليه معلقة صغيرة من الملح بس فقط لا غير، وبعدين هنعجن بالمية. هنحط المية طبعا ده حسب نوع الدقيق بتاعك، بياخد سوائل قد ايه، فانت هتحط المية كده بالتدريج لحد ما العجينة تلم معاكي، بس تكون عجينة طرية، ما تكونش يعني ناشفة شوية او قاسية شوية، يعني تكون عجينة كده الملمس بتاعها ناعم وطري. بس هنعجن بقى الدقيق كويس، وكل ما تعجني فيه هتاخدي نتيجة افضل، يعني مش يعني انت هتلاقيها بتلزق في ايدك كده تقولي لا ده عاوزة دقيق تاني علشان بتلزق جامد وكده. لا، افضلي بس اعجني فيها لحد هتلمي معاكي زي ما انت شايفة كده، وهكون بتلزق في الايد بس حاجات بسيطة مش قوي قوي يعني. بس هو ده طريقة الرقاق الناشف او الرقاق الطري، برضو بنفس الطريقة دي. العجينة بتاعته بتبقى بنفس الطريقة دي كده بالظبط. بس كده خلصنا بقى العجن، الملمس بتاعها شايفة طري لو انتوا واخدين بالكم. وكانت بتلزق حاجات بسيطة. هنجيب بقى الصينية، اي صينية عندك، هتحطي كده دقيق، وبعد كده هتقطعي بقى العجينة بتاعتك على حسب انتي عاوزة الرقاق بتاعك الحجم بتاعه قد ايه، كبير صغير وسط، على حسب انتي عايزاها قد ايه. اللي انا هعملها دي بصي يعني في حجم البيضة كده او اكبر سنة بسيطة. ده تاخد صينية مقاس 30، هتبقى حلوة مناسبة ليها يعني. في ناس ممكن بتحب الرقاق ده يكون الرقاق اللي هو الكبير قوي، اللي بيتحط فيه الصواني الكبيرة، فممكن تكبري العجينة دي بقى، انت تعرفي اللي انت تتحكمي فيها، اللي انت تكبري العجينة او تصغريها او تخليها وسط على حسب انت عايزاها قد ايه. بس وبعدين بقى هنقطع العجينة بتاعتنا كلها، بس لازم تكوني حاطة دقيق علشان ما تلزقش في قلب الصينية. وهتحطي من على الوش برضو كده رشة من الدقيق علشان ما الوش بتاعها ما ينشفش. ولازم تغطيها، لازم تغطي العجينة دي بعد ما تخلصي تقطيع. لو انت سبتيها على طول كده في الهواء عما تفردي واحدة، هيكون الباقي الوش بتاعه نشف كده وعمل قشرة من على الوش. هيتفرد معاكي مفيش اي مشكلة، بس مش هتاخدي النتيجة اللي هي كويسة يعني. لفتها هنا بالورق اللي هو الاسترتش راب. وبعدين بقى جينا عشان نفرد، خلاص قعدنا بقى ايه قدام الفرن، وجينا الوقت المهم. هنجيب بقى النشابة دي، معرفش هي متوفرة في كل البيوت ولا لأ، بس انا هقول لكم دلوقتي برضو ممكن تفردوا بالنشابة اللي هي العادية الصغيرة. اول حاجة بنجيب قطعة من الدقيق، العجينة معلش. بنحط رشة كده من الدقيق، وبعد كده بنبدأ اللي احنا نفرد فيها. هقولك بتفرديها ازاي. بنلفها على النشابة كده، وبتاخدي من جوه من النص لبره، من النص لبره، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اهو بصي من النص لبره كده، نفس النظام. ممكن تسوي الرقاق ده على البوتاجاز. هتجيبي صينية وتحطيها على عين البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. وبعدين هتحطي الرقاق بتاعك كده على البوتاجاز. طبعا النار لو عالية قوي برضو على العين بتاعة البوتاجاز، يعني هتخلي الرقاق بتاعك يرتفع. انتي على حسب انتي عاوزاها ايه بالظبط. في ناس بتحب الرقاق ده يكون رقيق قوي ويكون زي الجلاش كده بالظبط، يعني ما يكونش فيه مثلا الرقاق يعني مرتفع او اي حاجة. بتكون افضل واحسن على فكرة بكتير. بس دي حرية شخصية، في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده. تقدري ان انت تتحكمي فيها في درجة الحرارة، بس لو عايزاها يرتفع معاكي هتعلي النار. لو عايزاه عادي زي الجلاش كده يبقى رقيق وكل سوي واحد مش مرتفع، فالنار هتبقى هادية بس. طبعا عينيكي برضو تبقى على الرقاق اللي في قلب الفرن علشان ما يتحرقش كده. تفضلي ايه تلفي فيها علشان تستوي من جميع الجهات.
طبعا لو عايزة تنجزي في الوقت او اللي انت تعملي كمية كبيرة علشان تسويها كلها مرة واحدة، عشان ما تشغليش الفرن زي كده تحطي واحدة او اتنين. لان انا كنت شغالة يعني كنا شغالين في الموضوع ده، كنت بعمل رقاق كتير وكنت ببيع للناس بره. ف كنا بنعمل ايه، والناس كلها يعني اللي بيبيعوا رقاق واللي بيعملوا رقاق بيمشوا بنفس الطريقة دي. كنا بنعمل ايه بقى، بنفرد مثلا الرقاق واحدة وبنحطها على الطبلية كده قصادنا، وبعدين بنحط دقيق عليها، ونفرد التانية ونحطها برضو عليها، بين كل راق والتاني بنحط دقيق علشان ما تلزقش في بعضها، لحد ما نعمل كمية تكون كويسة. وبعد كده بنولع الفرن مرة واحدة بقى ونبدأ اللي احنا نسوي فيه، علشان ما نولعش الفرن ونحط فيه واحدة او اتنين، فكده هتضيعي وقت. وبعدين الغاز برضو او الانبوبة ايا كانت شغالة على ايه بالظبط. فاسهل حاجة اللي انت تفرديه كله مرة واحدة، وبعد كده تبدأي اللي انت تسوي برضو مرة واحدة. مش هتاخد منك وقت على فكرة في التسوية خالص، وهيستوي معاكي بسرعة. جبت بقى النشابة اللي هي الصغيرة دي، علشان الناس اللي هي مش متوفر عندها النشابات اللي هي الكبيرة زي اللي انا كنت بعمل بيها، او مش عارفة مش هتعرفي اللي انت يعني تمسكيها، اللي هي النشابة الكبيرة مش هتعرفي ان انت تمسكيها وتتحكمي في الفرد بتاع الرقاق. فالنشابة دي اكيد متوفرة في كل البيوت، ولو مش متوفرة فهي رخيصة، يعني مش عارفة، فاكرة كنت جايباها ب10 جنيه او ب5 جنيه كمان، بالها كتير جدا. بس هنفردها برضو، ينفع ان انت تفرديها بيها عادي، مفيش اي مشكلة خالص. بتاخدي برضو من النص كده لبره، من النص لبره. بس كده اتفردت معانا بقى. لازم احطها على النشابة اللي هي الطويلة دي، علشان اعرف ان انا افردها في قلب الفرن. بصوا بقى الرقاق كان رقيق ازاي، ويعني عامل زي الجلاش بالظبط. ده بيبقى افضل واحسن. حتى لما تيجي تعملي مثلا صينية الرقاق، هتحطي، في ناس بتحط 3 تحت وبعدين اللحمة، وبعدين تحط 3 فوق، وفي ناس بتحط 4 تحت و4 فوق كده، على حسب بقى. بس ايا كان العدد اللي انت هتحطيه. لو عملتي الرقاق الطبقة بتاعته يعني رفيعة ورقيق جدا، فهيكون جميل جدا. بصوا بقى، انا فردتلكوا على اللي احنا بنقطع عليها الخضار وكده، علشان ابين لكم، بس لان الطبلية لونها فاتح والعجينة برضو بتاعة الرقاق لونها فاتح، او يعتبر نفس لون بتاع ولا ايه، فمش باين قوي. فانا حبيت بس اللي انا احطها هنا علشان ابينها لكم. شايفين بقى، فردتها بالنشابة اللي هي الصغيرة، وبعدين بقى ايه، هحطها على النشابة دي وهحطها في قلب الفرن. طبعا انت ممكن تحطيها في الفرن برضو لو انت ما عندكيش النشابة اللي هي الكبيرة دي، مثلا بمطرحة. لو انت عندك مطرحة، ما عندكيش برضو اللي هي المطرحة اللي هما بيخبزوا عليها العيش دي، فممكن بايديكي كده هتحدفي الرقاق عادي خالص بكل سهولة، مش هيكون بيلزق في ايديكي ولا اي حاجة خالص، لان احنا بنفرد بدقيق، فهو الرقاق بيبقى عليه طبقة كده من الدقيق، فمش هيلزق. وبين كل مثلا ما تسوي، زي ما انتوا شايفين الفرن من جوه عامل ازاي، عملت دول بمسح الفرن بنفس الطريقة دي كده نضيف اهو، وبعدين بحط اللي بعده. ما ينفعش ان انا احط الفرن يبقى معايا بالشكل الاولاني اللي انتوا شفتوه واحط كمان رقاق، هيتحرق معايا وهياخد لون كده، ممكن يكون محروق، مش هيكون حلو يعني، ومش كويس خالص. فلازم تنضفي الفرن بين كل واحدة والتانية كده زي ما انت شفتوا بالظبط. بصوا، اهم حاجة بس اللي انتي ما تتكيش عليها لما تيجي تفرديها، خلي ايدك تبقى خفيفة، والله هتتفرد معاكو بكل سهولة. ايدك كده بصي خفيفة، تاخدي من النص لبره كده اهو. بصي بتتفرد اهي بكل سهولة، مفيش اي حاجة خالص. خدنا الناحية دي، هنعكس بقى ايه ونجيب الناحية التانية اهو، من النص كده لبره. بس وانت ايدك اصلا لما بتكون خفيفة يعني على العجينة، فهتتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. ما تتكيش عليها وانت بتفرديها. لو حسيتي اللي هي بتلزق شوية في قلب
النشابة او المردانة يعني اللي انت بتفردي بيها، رشة كده من الدقيق وخلاص. مش بياخد وقت خالص على فكرة، واوفر ما انت هتشتريه من بره بكتير. انا سمعت اللي كيلو الرقاق في رمضان ده عامل حاجة و30. مش عارفة بقى الكلام ده صح ولا غلط، بس حتى لو هو فعلا بحاجة و30 جنيه، فاحنا لو عملناه في البيت هيكون ارخص، لان احنا عجلنا كيلو واحد من الدقيق، وجبت نص كيلو من لا ربع كيلو، يا ربي ربع كيلو من الدقيق علشان اللي احنا هنفرد بيه. ماشي. يبقى ربع كيلو للرش، وكيلو اللي احنا عجناه، يبقى كيلو وربع، كله على بعضه كيلو وربع. آه، بكام بقى؟ احنا جايبين كيلو الدقيق ب18 جنيه. يعني الموضوع كله اللي احنا عملناه ده مش هيكلفنا بالظبط حاجة و20 جنيه. عملت قد ايه بقى من كيلو الدقيق اللي احنا عجناه؟ عملت كيلو ونص من الرقاق الناشف. كيلو ونص من الرقاق. يعني لو هتجيبيه من بره هتجيبيه بزيد من 40 جنيه، صح؟ ازيد من 40 جنيه كمان، او ممكن 50 جنيه. فده اوفر بكتير وسهل على فكرة، مش صعب خالص. ممكن انت يعني تستصعبي الموضوع شوية، بس والله ابدا جربي واتكلي على الله، ان شاء الله باذن الله هيطلع جميل معاكم. اوفر بكتير وانضف، وحاجة انت ضامنه انت عاملاها ازاي. بجد تحفة جدا. وهوريكم، بصوا بقى هو ناشف ازاي. بس انا كنت وزنت، بس الكاميرا كانت فصلت في الوقت ده وانا مش واخده بالي خالص. فاتمنى ان انتوا تجربوا الرقاق بالطريقه دي، هيعجبكم باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.